جايب لك أهم أخبار وأحداث النهاردة. قبل أي حاجة معلم ما تنساش على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتتابعني لو مش متابعني واللايك الجميل بتاعك وتابع معايا. هنبدأ أخبار النهاردة بنتائج مباراة كأس العرب في اليوم الأول. منتخب فلسطين يحقق فوز في الثواني الأخيرة على قطر بافتتاح كأس العرب 2025 بهدف دون رد. أيضا منتخب سوريا يفوز على تونس 1-0 في أول مباريات بطولة كأس العرب. أيضا في مباريات كأس مصر، حيث أن الإسماعيلي يودع كأس مصر من دور 32 بعد الخسارة من حرس الحدود بنتيجة 3-1. وطلائع الجيش يفوز على السكة الحديد بنتيجة 2-0 ويصعد لدور 16. أما أهم أخبارنا النهاردة، الكاف في بيان رسمي يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشدة الخروقات الأمنية الخطيرة التي وقعت خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي في 28 نوفمبر 2025. وقد أحيلت هذه الحوادث رسميا إلى مجلس التأديب التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. تقارير بن شرقي يعاني من مزق في العضلة الخلفية ويعود للقاهرة للعلاج. أيضا الشناوي يتماثل للشفاء ويلحق بمعسكر المنتخب الوطني. صحيفة AS الأسبانية، برشلونة يفاوض من أجل حمزة عبد الكريم بحسب ما ذكره الصحفي بن إياد. فقد بدأ نادي برشلونة محادثات للتعاقد مع الموهبة المصرية الصاعدة حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الذي شارك بالفعل مع الفريق الأول ويحظى بالمتابعة من عدة أندية أوروبية كبرى. أيضا الصحفي أشرف بن عياد المتخصص في تغطية أخبار برشلونة بجريدة بوموندو ديبورتيفو الأسبانية، برشلونة مهتم بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي، والنادي بدأ التحرك بالفعل من أجل ضم اللاعب. أفادت تقارير صحفية أن نادي جايز تلقى عرضا من النادي الأهلي لضم إبراهيم دياباتي، وكان النادي المصري قدم بالفعل عرضا تم رفضه، لكن ينوي العودة لجذب هداف الدوري السويدي إبراهيم دياباتي في يناير المقبل. من المتوقع بيع اللاعب هذا الشتاء بحوالي 1,900,000 يورو. تقارير لا توجد مفاوضات من جانب الزمالك مع يحيى زكريا لاعب فريق غزل المحلة. تقارير أخرى، عواد ينتظر عرض من الدوري السعودي والحارس يقترب من الرحيل. بس كده معلم، دي الأخبار المهمة النهاردة. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ما تنساش المتابعة واللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة لو بتتفرج على اليوتيوب. ده كان نهاية كلامي. قبل ما انهي الفيديو ما تنساش صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس كده، سلام.